نحن على مقربة كبيرة من مدينة الموصل، وحاليا يتم تحرير العوائل المدنية. ما يأخرنا هو إخلاء المدنيين من المناطق المحررة. أعزائي المشاهدين، هاي العوائل المحررة. الحمد لله على السلامة شباب، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة اخوي، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا ابن، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الله يحفظكم، الحمد لله على السلامة يابا، الحمد لله على السلامة. لا عمو لا العوائل اعزائي المشاهدين، وصل المعايير الدوريه، هذا ما اخذ عليه القائد العام للقوات المسلحه وقائد العمليات المشتركه للفريق ورفض طالب القادم. روح ويا رتل روح قبل، يلا روح ويا رتل. وين وين فوق من اليوم راني كل فوق. هذا بله الله يخليك، الله يخليك. الهدف النهائي وين تريدني؟ الشارع هنا؟ الشارع لا أبانا كله مسكون، سيدي كله مسكون. عموية الطريق كله مسكون،
كله مسكون هذا كله اهل من هذه ما بيها حد. السيدة هذا فوق السيدة كان لا يهجمون علينا هم المسلحين. لا تنضربوا وين بيتكم؟ هذا بيت البيت. طبعا هاي عوائل اعزائي المشاهدين بالاتفاق مع جهاز مكافحة ترفع الراية البيضاء للتأكد منها عوائل آمنة يتم إخلاءها وفق المعايير الدولية. هذا ما أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة. ترحيب العوائل بأبطال جهاز مكافحة الإرهاب. هذا الشارع مفكك بس عندهم خطة. علامات النصر ترفع من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب أعزائي المشاهدين. ايام معدوده والنصر ان شاء الله. وعدنا بالموصل واحنا بالانبار وها هنا في الموصل ان شاء الله.